واهلا بيكم في فيديو جديد ووصفه جديده، وجايبه لكم النهارده وصفه ما حصلتش بجد تحفه. مكرونه بالبنجر والزبادي، كلها مغذيه وتحفه وطعم جديد، وبجد وصفه ملهاش حل. ما هو ده شغل فاخر من الاخر. وتعالوا نشوف المكرونه دي معموله ازاي. خلي بالكم دي مغذيه جدا يعني. وقبل ما نبتدي الوصفه بتاعتنا، اللي اول مره بيشوفني انا اسمي سما، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبتكم الوصفة لايك وشير، ويلا بينا على الوصفة. ومعانا كوباية كبيرة مكرونة، ودول بيعملوا لنا طبقين حلوين قوي. وكمان معانا معلقتين كبار مبشور بنجر اللي هو الشمندر، وده له فوايد رهيبة. وتعالوا نقولوا بعض منها. ده لما تكون الأم الحامل بتاكل منه بيحمي الجنين من التشوهات، وبيساعد على نضارة البشرة وشدها، وحماية الشعر ويخليه بيلمع وحلو، وحماية القلب برضو من الأمراض. وفي ألياف كتير بيتساعد على تسهيل الهضم. بجد فوائده حلوة قوي. ومعانا ربع كوباية زبادي، يعني معلقتين كبار. وكمان معانا نص معلقة صغيرة توم، نص معلقة زعتر، رشة ملح، وقرن فلفل حامي ده حسب الرغبة برضه، ومعلقة كبيرة زيت. وهنفرمهم ناعم قوي، وهتشوفوا الجمال بجد. هو ده اللي بيقولوا عليه شكل وطعم وريحة. شايفين شكله حلو ازاي؟ والعين طبعا بتاكل قبل البق. وهنجيب المكرونة اللي سلقناها وهننزل عليها الخليط اللي احنا عملناه ده، وهنقلبه. وشوفوا الجمال بجد ملهوش حل. وهننزله في الطبق بتاع التقديم. شايفين شكله؟ ايه رأيكم؟ بجد مش شكله يستاهل التجربة. وهنزين بجبنة، اي نوع جبنة عندك زيني بيه، وشوية لوز متحمصين. ومعانا البقدونس اللي احنا نشفناه سوا، شايفين لونه اخضر ازاي؟ بنزين بيه. وايه رأيكم؟ وكده خلصنا اجمل طبق مكرونة. شايفين الجمال؟ وسهل وسريع وشكله يفتح النفس. يعني لو عندك عيال ما بياكلوش، غيري لهم الشكل واعملي لهم كده. وعايزاكم تجربوها، واللي يجربها يبعت لي ويقول لي رأيه ايه. بجد شكلها حكاية، وبجد بجد طعم وريح.